اهلا بيكم حبايبي في قناتي منوعات شيري. حبيت النهارده اعرض لكم اول فيديو ليا على القناه، فقلت مفيش اجمل من فيديو مشترياتي للبيبي الجديد، وان شاء الله هي بنوته. فقلت بقى اشارككم في كل مشترياتي، وان شاء الله هتستفادوا من الفيديو باذن الله. واتمنى اشوف ده بدعمكم ليا بالاشتراك وباللايك، وباذن الله تشوفوا كل جديد دايما. اول حاجه حبيت اشارككم بيها هو ان شاء الله طقم المستشفى، اللي كله دلوقتي طبعا بقى طالع دلوقتي موضه كده، ان انت تروحي تشتري طقم على بعضه بيبقى فيه كذا قطعه. في ناس بتشتري الطقم ده للاسبوع، بس انا بصراحه فضلت ان انا اشتريه يعني وهي خارجه من المستشفى يعني، وعجبني جدا يعني. وهوريكم برده فستان الاسبوع اللي انا جبته لها. هو الاول عباره عن كذا قطعه، هنشوفهم مع بعض. هو عباره عن سولبيت، طبعا في منه الوان بس انا بصراحه اخترت اللون ده. سولبيت مقفول بكباسين، طبعا هتبقى سهلة الفك، ومعاها الكوفرتة بتاعتها بنفس الشكل ده. عجبني جدا برضو عشان تبقى خارجة كده ولفها بيه ونتصور اول لحظة سوا يعني. ومعاه كمان الطاقية بتاعته. بس بصراحة يعني ما هم دول عدد القطع اللي كانت موجودة يعني. القطع الداخلية اللي تحت دي بيبقى في اطقم جاية بيها يعني، بس انا جبت لها ده كده وقلت انا ايه، عادي انا كده كده جايبه الداخلي، فمش مشكله لازم اجيب طقم المستشفى الكامل اللي طلع حوالي 10 او 12 قطعه ده. فجبت معاها بقى، صراحه انا اخترت لها ده معاه. اللون ده نفس اللون يعني تبقى لابساه، عشان طبعا انا ان شاء الله حاولت باذن الله الاسبوع ده، فده شهر 12 طبعا في الشتاء، فجبت لها ده كده يمشي معاه وايه. وقلت هيبقى لايق يعني نفس اللون. فدي اول حاجه في مشترياتي. كلمتكم بقى كمان على فستان السبوع، فانا حبيت اجيب لها فستان عجبني جدا، حسيته شكله شيك كده، رقيق هادي، فقلت هيبقى شيك قوي يعني كده في اللبس عليها. فطبعا بيبقى جاي معاه الفانيلا بتاعته بكم اهي، جميله، قطنها جميل جدا. وبيبقى جاي معاها البنطلون بتاعه، وبيبقى جاي معاها كده ايه، زي التوكه بتاعتها فوق، او التربون بتاعتها فوق كده. فانا بصراحه قلت ان انا ازود لها، طبعا احنا طبعا في شتا فلازم يبقى معاها حاجه تتلف بيها. فانا بصراحه جبت لها الكوفرته دي، فيها نفس السيم الذهبي اللي هو في نفس الفانيلا وفي نفس البنطلون، وقلت هتتلف بيها على الفستان هتبقى شيك جدا. هي عليها دانتيل كده وشكلها بناتي وجميل يعني، فعجبتني قلت عشان تبقى ايه ملفوفه بيها على الفستان يبقى شكلها جميل. فدي انا طقمتها على الفستان مش جايه معاها يعني. فده بالنسبه لفستان السبوع. جبت لها كمان الشنطه، شنطه الخروج بتاعتها اللي بنلم فيها حاجتها. هي بصراحه عجبني لونها ان هي غامقه فما تتبهدلش بسرعه، وعجبني طبعا الجينز بيليق على اي حاجه يعني. وعجبني كمان ان هي فيها حاجات كتير يعني، فيها جيوب كتير، جيبين ورا وفيها جيب قدام، ممكن بقى نحط مناديل، ممكن نحط حاجتها بامبرز قدام او ورا. ده غير ايه السوسته الكبيره اللي جوه بتاعتها. فدي الشنطه دي مهمه جدا يعني لو في الخروج او كده، فانا هلم حاجتي فيها. تبقى خلاص دي حاجتها الخاصه، وكمان هاخدها معايا المستشفى هلم فيها لبسها. وان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني عن مشترياتي ومستلزماتها وحاجتها. انا دلوقتي هتكلم لكم في الحاجات الاساسيه وبعد كده ندخل على اللبس. من الحاجات الاساسيه طبعا بما ان الولاده في الشتاء يعني، فجبت لها طبعا البطانيه الشتوي لازم تبقى تقيله، فجبتها لها ناعمه جدا وطبقتين
عشان طبعا الجو الشتوي الصعب اللي احنا فيه، يعني خاصة شهر 12 و1 و2. فالبطانية اهي كبيرة طبعا تتلف فيها وانتي تخرجي بيها، هتبقى جميلة جدا. فدي برضو من الحاجات الأساسية في الشتاء. طبعا في الصيف عادي يعني الموجود بيتلف بأي كوفرتة عادية خفيفة قطن، انما دي بتبقى في الشتاء. برضو في ناس بتحب تجيب البورت، بس بصراحة انا ما بحبوش. يعني انا جبت لها دي تلبسها، طبعا بتتفك، ده للبورت وبتدخل فيها من جوه كده. فانا حبيتها جدا، لان في الوقت ده ممكن ان انا استخدم كمان بطانية او كوفرت شكلها شيك بدل البورت. فقلت دي يعني عملية شوية عن البورت، لان البورت بعد شوية ممكن ما اعرفش ان انا اشيلها بعد كده ببطانية تقيلة. دي ممكن الف عليها كوفرت او بطانية، فحبيت ان انا اجيبها لها، وكمان تقيلة جدا فعجبتني بصراحة. ندخل بقى على الحاجات الأساسية بتاعتها. الحاجات الأساسية بتاعتها الداخلية هنمسك جزء جزء كده نتكلم عنه. ف أنا جبت لها فانيلات قطن. بصراحة أنا جبت من أول مقاس 2، لأن هي بتبقى لسه مولودة والسرة، وكمان بيكبروا ما شاء الله في أول شهر بسرعة، فقلت أجيب المقاس اللي بعده على طول يعني. فجبت لها بنص وجبت لها بكم. ف على حسب بقى مقدرتك، انت عايزه تجيبي مثلا من كل نوع 6، من كل نوع 5، عادي مش فارقه. فعلى حسب بقى هي برضو كمان انت هتجيبي كذا مقاس. ممكن مثلا تجيبي من مقاس الزيرو مثلا 3-4، ومن المقاس اللي بعده 3-4، عادي مش فارقه. وجبت لها كمان القط، طبعا سواء صيفي او شتوي لازم تلبس قط تحت، يعني هينفعها في الصيف وبعد كده هينفعها كمان في الشتاء، لانها بتلبس عدد القطع تحت. هتلبس واحده قط وواحده نص وواحده كم، وبعد كده لو في الشتاء هتلبس البيجامه التقيله فوق، سواء قطيفه او متبطنه. انما لو في الصيف هتلبس، هي بس هتختلف فوق، هتلبس سلبت قط. فانا بصراحه جبت لها الوان من القط دي، قلت صيف وشتاء يعني ومقاسات. برضو العدد احنا مش ملتزمين بيه، كل واحد يعني اقل حاجه المفروض مثلا نجيب 6 مثلا من كل نوع. وجبت لها كمان من ده يعني مع الداخلي التاني اللي بكم طبعا. قلت اجيب لها حاجات برقبه كده ايه بكم برضو قطن، وحلوه ومريحه وبتبقى تحت، فبيبقى فبتدفي جدا في الشتاء، خاصه لو لابسه حاجه مفتوحه مش ليها رقبه، فدي بتنفع خالص، لازم عشان نقفل عند رقبه البيبي. بالنسبه بقى طبعا جبت لها سلوبتات وجبت لها بيجامات. بس بصراحه انا ما كترتش من السلوبتات كتير، يعني لان بعد كده البيبي بيطول، فبتلاقي بقى ده بعد كده خلاص رجله طولت. فقلت لا انا يعني مش هجيب كتير، بس هو في الاول بتبقى حلوه جدا السلوبته، لانها بتحكم البيبي وبعد كده انت بتلفيه، فبيبقى البيبي محكوم وبيبقى سهل بعد كده الغيار، يعني تفكي براحتك وتغيره لها في الاول. فقلت بلاش اكتر ايه من السلوبتات. ف... فانا جبت لها من جونيور، جبت لها من اول الزيرو لحد ال 12، يعني اول مقاس يعني. فانا وعت لها كده كذا لون. فانا بصراحه اكتفيت ب6 بس. فقلت هما دول كده في الاول يلبسوها لحد ما هتبدا تكبر شويه، يعدي شهر ولا 2 حتى تبقى سهله الشيل، وبعد كده ادخل في البيجامات. فانا هوريكم دلوقتي انا جبت بعد كده البيجامات اكبر شويه. يعني انا كنت بصراحه جبت لها كذا نوع من البيجامات، منها البيجامه دي اللي هي قماشتها اللي هي الفوطه دي مش قطيفه يعني. لقيتها لذيذه وشكلها حلو، فانا نوعت لها بقى، قلت اجيب لها كده دول مثلا للخروج، حد يبقى موجود يبقى شكلها لذيذ يعني. وجبت لها دي قطيفه اهي، جبتها بقى اكبر شويه زي ما انا قلت لكم، لان
البيت يا دوب عليها اول كام شهر، فقلت دي بقى بعد شهرين ولا حاجه هتلبسها هتبقى حلوه مقاسها. جبت بقى الوان واشكال، دي بقى خروج غير بتاعه البيت، يعني تتلفي فيها يبقى شكلها حلو ولذيذ. بعد كده جبت لها بقى البناطيل قطن. بصراحه جبت لها كذا مقاس. قلت مش هكتفي بمقاس، لان دايما يعني انتوا عارفين في الاول كده ما شاء الله البيبي بيكبر وبيطول، فجبت لها كذا مقاس. ده مقاس كبير يعني شويه، وجبت لها الاصغر برضو اللي هو اول ما تتولد. وجبت لها برضو ده بنطلون مقفول كده من تحت، يعني مش مفتوح. عجبني برضو في الاول كده يبقى حلو يدفيها. وجبت لها برضو بنطلون كده زي قطيفه كده ناعمه، او اللي هي الفوطه دي. حلو برضو اكبر شويه، فيعني يبقى شهر يسلم شهر، يبقى عندها كل المقاسات. فعلى حسب بقى طول البيبي، لانهم بيطولوا طبعا بسرعه يعني ما شاء الله. طبعا بالاضافه للبناطيل جبت لها بقى شويه زي سلوبيتات، بيجامات، بس من غير بناطيل يعني. جبت لها كذا لون كده يمشوا على البناطيل اللي انا جايباهم يعني. فنوعت لها، ده مش اساسي يعني، دي حاجه كده انا بصراحه عجبني شكلها كذا حاجه كده، فقلت اجيبه لها على البناطيل. طبعا نيجي بقى للحزام بتاع السره. في ناس بتقول مش يعني غلط في الاول، وفي ناس بتقول عادي يعني نلف السر. جبته لها بصراحه، جبت لها 4، فقلت خليها لحد ما اسال الدكتور يقول لي رايه ايه يعني. فجبت لها ده رفيع شويه كده اهو، وده اعرض شويه قطن طبعا اهو. فقلت انا هسال الدكتور الاول، ولو غلط بلاش ما فيش مشكله، فما كترتش فجبت 4 بس. طبعا من الحاجات المهمه طبعا اللي هي الفوط بتاعه القشط، حلوه جدا، بتريح عن القطن. والمناديل طبعا بتتهري لو انا عايزه امسح للبيبي وشه شويه ميه دافيه. حلوه من ورا مشمع كده، فبتريح جدا لو انا عايزه مثلا امسح لها في اي مكان وانا بره او كده. بتسهل عن طبعا عن الوايبس، لانه غلط يتحط على البشره مباشره. فالفوط دي كويسه لو انا مثلا في مكان بره او جوه البيت طبعا، فبشويه ميه دافيه كده وهمسح لها وخلاص. طبعا دي من الحاجات المهمه برضو. جيت برضو للبافتات. طبعا هما 6 يكفوا، بس بصراحة انا كل لما اخرج يعني الاقي الوان عجباني ونوع عجبني، فاروح جايبه لها كذا واحد. فصراحة جمعت 12، بس عجبني الوانهم. طبعا حاولت اوفق على لبسها الالوان، عشان كل ما تلبس مثلا سلوبيت او بيجامه يبقى عندها نفس نوع البافيت. ففي نوع كده من ظهره كده مشمع حلو جدا برضو. لقيته حلو، وصغيره عليها في الاول هتلبسها، فهتبقى مش تبقى كبيره على وشها كده وتيجي على وشها، فده مقاس برضو. وفي نوع تاني اللي هو القطن ده مش متبطن من ورا. جبته برضو مقاسه صغير برضو، عجبني اهو كذا لون اهو. في برضو من وراه كده فوطه، ده نوع تاني اكبر بقى شويه، كذا لون اهو. وفي بقى المقاس اللي هو الاكبر شويه، ظهره مشمع برضو. قلت يبقى عندها بقى هيكفوها، طبعا البيبي بيحتاج على طول، فده ظهره مشمع. بس ده اكبر طبعا، لو في الاول هتلبسه هيبقى كبير قوي على وشها، بس بعد كده ممكن تلبسه. طبعا دي برضو انا بشتريها. لقيتها بعد كده لما تبدا تاكل بقى، لما نبدا ندخل لها الاكل او كده فتلبسه لها كامل. فقلت اجربها كده اشوفها لها الاول كويسه ولا ايه. لو كده هجيب منهم تاني، بس دي سبق الاوانها يعني. بس عجبني فقلت اجيبها يعني، مش مشكله اجربها. دي بالنسبه للبافتات. وطبعا من الحاجات المهمه برضو
جبت لها بقى اللي هي الطواقي دي. انا اللي نوعت الالوان على حسب برضو لبسها، عشان يبقى مثلا السلبيت او البيجامه مع البافته مع الطاقيه مع الشراب بتاعه نفس اللون. فصراحه نوعت لها كذا مقاس برضو، لان لقيت صغير وكبير، فقلت في الاول تلبس الصغير بعد كده تلبس الكبير على حسب بقى. دي برضو عجبتني كده لوحدها، فجبتها لها يعني بيضه ساده ممكن تمشي على اي حاجه. دي برضو من الحاجات المهمه برضو علشان الولاده طبعا في الشتاء تدفي البيبي. الحاجات بقى المهمه خالص اللي هو ساتر الرضاعه، طبعا ده مهم قوي لو احنا في مكان او خارجين او في حد موجود وعايزين نرضع البيبي. فالستر ده حلو قوي يعني على اي مكان انتي تروحي فيه تحطيه عليكي. طبعا المكان ده كده بيبقى من هنا كده شكله كده تفرغ عشان تشوفي البيبي. وكمان ده كده بيتعلق في الرقبة، فبترضعيه بقى بمنتهى السهولة في اي مكان بقى انتي تروحيه. بكده اكون خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم. وان شاء الله استنوا مني فيديو تاني هعمل عن مستلزمات الصيدلية وكل حاجة ممكن تجيبوها والحاجات اللي ملهاش لازمة. وان شاء الله اتمنى تدعموني بالاشتراك وباللايك، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو تاني.